يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. 8 وصفات اقتصادية هتوفر عليك الفطار والعشاء، تحفة جدا واقتصادية وعمرك ما هتشتريها من بره تاني. عندنا هنا كوباية وربع من المية الدافية، هضيف عليهم 4 معالق من السكر يعني تلت كوباية. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنقلب مع بعض لحد ما السكر يدوب والخميرة تبدأ ان هي تدوب هي كمان. ولو مش متأكدة من نوع الخميرة خليها على جنب لحد ما تعمل فقاقيع وتنشط، وبعد كده كملي باقي الوصفة. عندي هنا كوباية الا ربع من السمنة، هقلبهم مع بعض كويس جدا، ممكن تستخدمي في الوصفة دي لحد كوباية. هضيف 3 اكواب ونص من الدقيق يعني نص كيلو. هضيف عليهم معلقتين كبار من الحليب البودرة، ولو مش متوفر ما تضيفوش. نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلبهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لك لو انت عندك لو ما عندكيش حليب بودره وعندك بدل الميه عايزه تضيفي كوبايه زبادي او حليب او رايب مفيش اي مشكله خالص. يعني انت بتعجني بالحاجه اللي موجوده عندك، بس احنا بما اننا بنعمل وصفات اقتصاديه فانا حبيت استخدم الميه، بما اننا ايه يعني الميه متوفره عندنا وممكن ما يكونش كل الناس عندها حليب. ولو ما عندكيش بودره مفيش مشكله، ما بعجنش كتير في العجينه، يا دوب بتلمي كده معايا وبتبقى طريه. بريحها لمده نص ساعه، ما بخليهاش تخمر كتير، هي نص ساعة بس، وبعد كده هبدأ ان انا هشكلها. الجو حر اصلا، ويعني حتى لو هتعملي الوصفة دي في الشتاء هي برضو نص ساعة يعني. انا كنت عاملاها برضو كان الجو لسه مش حر قوي زي دلوقتي، بس هي في الشتاء مناسب ليها نص ساعة بس تريح الخميرة تنشط فيها. يعني انا مش عايزة يعني هي تفنش قوي من الخميرة، يعني بصوا يعني هي لسه تخمر مرة كمان. انا عايزاها قبل التشكيل بس تريح، لان بحيث ان هي افردها بمنتهى السهولة، وفي نفس الوقت تبقى ايه خمرت وارتاحت معايا شوية، تسهل عليا برضو الشغل. انا بعملها يعني الواحده صغيره دي كده زي قشطه الافران اللي هي بتبقى موجوده في الافران وبتتباع بالكيلو، والكيلو يعني عدى. فانا بعملها 25 جرام بس. تمام، النص كيلو هيعمل معاكي كل الكميه دي. بغطيها بقى لحد ما تخمر يضاعف حجمها، وبعد كده بدخلها الفرن السخن 180 رف اوسط 12 دقيقة، يعني 10 دقايق 12 دقيقة. أول ما تاخد لون دهبي من تحت ببدأ إن أنا أشغل لها شواية لو احتاجت شواية، لو ما احتاجتش شواية مفيش أي مشكلة. ما بدهنش وشها أي حاجة خالص خالص، هي بتاخد اللون ده من حرارة الفرن. القرص من الحاجات يعني ايه، يعني قليل لما في انواع قرص قليل لما نبتدي ان احنا ندهنها من فوق، لكن هي بتاخد لون كويس من حرارة الفرن. تمام، لو احتاجت شواية شغلها اخر 5 دقايق او اخر دقيقتين، ما احتاجتش خد من حرارة الفرن مفيش مشكلة. مهم جدا جدا اول ما تطلع من الفرن نغطيها بفوطة علشان ترد من حرارة الفرن وتفضل معانا طرية. لو هتخزنيها او هتعملي كمية كبيرة حطيها في اكياس بلاستيك بعد ما تهدى خالص، ودخليها الفريزر وطلعي كيس على قد الاستخدام. اول ما تطلعيها وتفك من غير ما تدخليها الميكروف ولا اي حاجة، هتطلع معاكي طرية وهتطلع كأنها لسه طالعة من الفرن. دي كل الكمية اللي احنا عملناها من نص كيلو دقيق، ودي الوصفة الاولانية خطيرة منقذة حقيقي، من الألذ الوصفات بتاعة القرص اللي انا بعملها، يعني تحفة، طعمها حلو قوي قوي وسريعة واقتصادية، الولاد بيحبوها قوي، وينفع كمان تحطيها في المدارس والفطار لانش بوكس والشغل. يعني مش عايزة ارغي كتير في الوصفة دي لان مهما ارغي فيها يعني مش هيديها حقها. الوصفة التانية بقى حبيبتي هما كلهم حلوين بصراحة. كوباية وربع من المية برضو الدافية، انا بعمل كميات صغيرة علشان كل الناس تقدر تجرب. معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، وربع كوباية من الزيت. وهضيف عليهم كده ايه فانيليا، وكان عندي اخر شويه حليب بودره صغيرين ضفتهم ما ضفتهمش. عندي بقى معلقه خل ورشه ملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص كيلو من الدقيق. وطبعا انا كاتبه لكم كل المقادير على الشاشه علشان تاخدوها سكرين وتخلوها وخليكم محتفظين بيها علشان تسهل عليكم الموضوع. تمام، بقلب العجينه كويس كده. العجينه ما بتبقاش ملزقه في الايد، بتبقى عجينه ناعمه. بنعجنها 5 دقايق كده بعد ما بتلمي معانا، ما بتاخدش وقت خالص، هي بس ايه نعجنها كويس وبعد كده نخليها لحد ما تخمر. لحد ما تخمر بقى احنا هنجهز الحشوه بتاعتنا. عندي هنا ربع كيلو من العجوه، معلقه سمنه، ورشه قرفه، ورشه سمسم. عندك بقى بهارات معمول او بهارات كحك زي ما انت عايزه، يعني انا بكتفي بالقرفه، بتدي طعم مع العجوه والسمنه البلدي خطيره. وممكن زبده، وممكن لو ما عندكيش زبده ولا سمنه تضيفي معلقتين من الزيت، مفيش اي مشكله. نجهز العجوه بتاعتنا ونعملها رولات بالشكل ده علشان تبقى جاهزه معانا وتوفر علينا الشغل.
النص كيلو من العجوه، النص كيلو من الدقيق ده هيعمل معانا كميه كبيره، ودي بقت يعني اسعارها بقت اوفر في الافران. هبدا ان انا هقسمهم كده حوالي مثلا ايه 10 كرات او 12 كوره على حسب ما انتوا عايزين. هاخد كده هفردها بمنتهى السهولة، وبعد كده هحط الرول بتاع العجوة وهقفلها رول، وهقفلها بقى من الجناب بالشكل ده علشان ايه مش عايزاها تفتح معايا. العجينة يعني مريحة جدا جدا في التعامل، ما تقلقيش ان هي تلزق في ايدك او ما تعرفيش تفرديها ولا حاجة، يعني هي ما فيش اسهل من كده. بتبتدي ان انت تفرديها، هعمل معاكم واحده كمان علشان ايه تشوفوها. بفردها كده، بحط الرول بتاعي في النص، بقفل عليه من الجوانب، ما خليش في باينه من الاطراف، في حوالي ايه نص سنتي من الناحيتين ما فيهمش عجوه، يعني ما خليش العجوه إيه توصل للاطراف دول، علشان اقفل منهم كويس جدا جدا بالشكل ده، بمقص او بسكينه او باي حاجه بنعمل لها شكل من شكل الترسه من الشكل ده. دي ترسة الافران طبعا اللي احنا بنشتريها، يعني مش عايزه اقول لكم الواحده بقت ب7 جنيه، والله العظيم يا بنات يعني ولا فيها عجوه كتير ولا حاجه، وشكلها ولا اي حاجه. بعد ما اشكلهم بخليهم يخمروا. يعني بصوا بقى، انا عندي بقى خيارات لدهن المخبوزات. يا اما عندك شويه نسكافيه مع حليب، يا اما مش حليب بس، يا اما صفار بيض مع رشه برضو نسكافيه، او شويه خل وفانيليا زي ما انت عايزه. المهم بعد ما خمرت دخلتها الفرن تستوي في الرف الوسطاني، يعني هي ما بتاخدش وقت خالص، يعني 10 دقايق 12 دقيقة المخبوزات، يعني عشان تطلع معاكي طرية وحلوة ما تطوليش عليها في الفرن، ودرجة حرارة الفرن تبقى عالية بالنسبة للحاجات كمان اللي بتتحشي عجوة. ما تطولش في الفرن علشان العجوة ما تنشفش معاكي. بعد ما بتطلع من الفرن يعني نغطيها، ضروري اي حاجة عايزينها تفضل طرية معانا نغطيها علشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها، وترد من حرارة الفرن وتفضل معانا طرية خطيرة. وبصوا شكلها والله بتعملوها بيرفكت كمان احسن بكتير من اللي هتعملوها في الافران، يعني من اللي هتشتروها من الافران. خطيرة وحلوة قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم. الوصفة التانية بقى جميلة قوي. عندك هنا ايه كوباية من الدقيق، كوبايه من الميه الدافيه سوري، ومعلقتين من اللبن البودره، معلقه خل، عندك هنا برضو معلقتين من السكر، ورشه من البيكنج باودر، ومعلقه طبعا من الخميره. تمام، لو عندك حليب بودره ضيفي، لو ما عندكيش مفيش مشكله. هعجن العجينه بتاعتي لحد ما تبدا ان هي تلم، وبعد كده هبدا ان انا هعجنها برضو على الرخامه كده، عجنه بسيطه يعني مش كتير، يا دوب لميت العجينه بايدي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى ايه بيكون عندنا هنا برضو ربع كيلو من العجوة، يعني تقدري ان انتي تعمليها يعني ايه واخده حجم بيضاوي كده شويه. وانا بعمل العجوه كده هقول لكم المقادير مره كمان، علشان حاسه ان انا كوربت فيها. كوبايه وربع من الميه، معلقه من الخميره، معلقتين من السكر، لو عندك حليب بودره ضيفي معلقتين، معلقتين كبار من الزيت، حوالي ربع كوبايه برضو، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. يعني هي المكونات كلها بتاع العجائن الطريه بتبقى يعني تقريبا متشابهه. تمام، بعد ما بعجن العجينه واخدت معايا نص كيلو من الدقيق، ببتدي ان انا اخليها تخمر بقى خمر كامل. تمام، بكون مجهزه العجوه عندي عاملاها شكل بيضاوي بالشكل ده. وطبعا انت انا عايزاكي تنزلي الفيديو ده عندك او تشيريه عندك علشان تحتفظي بيه، لان الحاجات دي كلها تحتاجيها في اوقات الدراسه، وهتحتاجيها في الشتاء، هتوفر عليكي كتير جدا صدقيني. لو عندك نص كيلو من الدقيق ومعلقتين زيت ومعلقه خميره ومعلقتين سكر، يعني كل ده موجود عندك في البيت، تقدري تعملي الحاجات ساده، تقدري تحشيها جبنه، تقدري تحشيها عجوه. يعني انا بالنسبه لي وصفات المخبوزات دي يعني مستحيل اشتريها من بره، يعني انا باقل مجهود وباقل امكانيات تقدري تعمليها في البيت، وباقل تقفيل وباقل تشكيل، ويعني وبكل الامكانيات. يعني مثلا ما عندكيش مثلا شويه زبده، استخدمي زيت، ما عندكيش زيت، استخدمي معلقتين سمنه، يعني زي ما انت عايزه التشكيل، زي ما انت عايزه، مش لازم الشكل ده، اعمليها مدوره، اعمليها زي ما انت عايزه، اعمليها مثلا طول يعني صوابع زي ما انت عايزه، ما فيش اي مشكله. انا مش عايزاكي يبقى عندك مشكله في المخبوزات، استخدمي اللي موجود عندك، وحطي معلقه خل مع الفانيليا لو في اي حاجه فيها بيض. يعني عايزه اقول لك خطيره خطيره، ما بتاخدش وقت خالص. يعني بصوا الوصفه دي مكوناتها كلها يعني ما فيش ابسط من كده، مستحيل محدش يكون موجود عنده شويه دقيق ومعلقتين زيت ولا معلقتين سمنه ومعلقتين سكر ومعلقه خميره. لو عندك حليب بودره زي ما انتم شايفين كنت بحط فيها اخر شويه حاجات، اول شويه حليب بودره موجودين في البرطمانات. التشكيل ما فيش اسهل من كده، اعملي لها فتحات من فوق، ابدأي ان انت ادهنيها زي ما قلت لك. عندك كده رشه نسكافيه بشويه ميه، مفيش اسهل من كده. رشه حبه البركه، رشه سمسم، مش متوفر خليها ساده. بعد التشكيل خليها دايما تخمر علشان تريح معاكي وتنفخ معاكي. دخليها الفرن، اي حاجه فيها عجوه دخليها الفرن على اعلى درجه حراره
علشان تاخد تستوي بسرعه وتفضل معاكي طريه. بعد ما تطلع لمعيها بشويه ميه او شويه او بمعلقه زبده، او غطيها من غير اي حاجه، او بخه ميه بخاخه كده وبخي عليها بسيط من الميه. شايفين طراوتها وهشاشتها؟ والله العظيم يعني اسهل الف مره من ما نشتري. يعني لو هتروحي تجيبي كده لحد الفرن وتنزلي تجيبي من الفرن، يعني الافضل والاسهل تعجني العجينه وتعمليها في البيت. ودي الوصفه طبعا اللي بعد كده هنعملها مع بعض. دي بقى حبيبتي الوصفه دي 4 اكواب من الدقيق، تقطع كميه كبيره قوي، معلقه خميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، فانيليا، ومعلقتين كبار من السكر الناعم علشان يدوبوا معانا بسرعه. ولو عندك حليب بودره ضيفي برضو معلقتين حليب بودره، بتخلي المخبوزات حلوه قوي. نص كوبايه من الزيت، او عندك نص كوبايه من الزيت، او نص كوبايه من السمنه، او نص كوبايه من الزبده اللي متوفر عندك. تمام. لو عندك بيضه في الوصفه دي ضيفيها، بتبقى برضو حلوه قوي. لو ما عندكيش مفيش مشكله. هتضيفي عندك الحليب بالتدريج. عندك حليب، اعجني بحليب. ما عندكيش حطي حليب بودره وعجني بميه. عندك حليب قاطع، عندك حليب رايب، عندك كوبايه زبادي. يعني انا عايزه اقول لك، انا عايزه اوصل معاكم يعني ايه، لتفكير كده يكون ايه، آه زي خطوات اساسيه وانت بتعملي المخبوزات. تمام. انا ما بعجنش العجينه كتير، انا بخليها بس تخمر، تلم معايا، وبعد كده بسيبها ان هي ايه، تخمر. تمام. انا العجوه دي كانت موجوده عندي في التلاجة، كانت جاهزه متبقيه يعني من وصفه قبل كده. فيها انا حاطه فيها زبده، وحاطه فيها رشه قرفه، ويعني جاهزه معايا. انت لو ما عندكيش وعندك العجوه بتاعتك يعني محجره معاكي شويه او ناشفه، معلقه زبده وحطيها في الميكروف دقيقه، او اعجنيها ايدك. حطي رشه سمسم، عايزه تحطي رشه قرفه، بهارات معمول زي ما انت عايزه. اعمليها رول زي ما انت عايزه بالشكل ده. الوصفه دي يا بنات بتتبسي الاول الدقيق، لما بتيجي تبسي الاول الدقيق بالمواد الجافه، ما بتعجنيش فيها كتير. مهم ان احنا نبسي العجينه علشان ما تطلعش معانا معضمه، وفي نفس الوقت ما نعجنش فيها كتير، يعني يا دوب تلم كانها قراقيش كده بالظبط. تمام. بعد كده بنبدأ ان احنا نفردها حوالي ايه، يعني ايه، نص سنتي، ربع سنتي. شايفين هي قد ايه سمكها رفيع، مش سميك. انا بكون مجهزه الرولات عندي، بلفها لفه ونص. يعني بصوا، بقفل عليها كويس كده، وبعد كده بنص لف بقفل عليها، وبعد كده بلفها مره واحده بالشكل ده. بعد كده بروح قطعها. يعني بصوا، مش هحط والف واكمل زي المنين، لا، انا باخد لفه واحده ونص بالشكل ده، وبعد كده ببدأ ان انا هقفل عليها كويس جدا. الوصفة دي حساسة شوية في ايه، ان هي المواد الجافة بتاعتها تخلطيها كويس. ما تنسيش تحطي البيكنج باودر علشان تطلع هشة من جوه. ما تعجنيش فيها كتير. لو عندك افضل حاجة الوصفة دي تطلع معاكي ناجحة لو عندك سمنة. لو ما عندكيش سمنة، انا ما كانش عندي سمنة وعايزة اعملها باقل الامكانيات، كنا اخر الشهر زي دلوقتي كده، وكنت يعني مستعجلة ان انا اعمل حاجة الولاد يفطروا بيها، فعملت بالزيت. انما انت لو عندك سمنة ضيفي سمنة، هتطلع معاكي خطيرة. المهم بقى، بعد ما اقفلها رول، هبدأ ان انا هقفل عليها من تحت كويس. وبصوا يعني الرولين بيقطعوا كمية قد ايه، بيقطعوا كمية يعني ما شاء الله خطيرة. بتاخدي واحدة على قد يعني ايه، صباعين كده، وتبدأي ان انت تقيسي عليها كل المقاسات وتقطعيها وتحطيها في صينية. دي الاطراف اللي كانت متبقية معايا في الاخر، انا جمعتها كلها وحبيت ان انا اعملها شكل تاني. فحطيت معايا بقى ايه، بواقي العجوة اللي كانت متبقية في الاطراف، فقعدت الحس فيها بالشكل ده. وبعد كده بدأت ان انا لفتها رول بقى، دي عايزه لفتها رول زي المنين كده. وبعد كده حطيتها في الصينيه. بصوا كل البواقي اهي ما شاء الله، عملوا لي يعني صاج كبير اهو، مقاس 40، وصينيه كمان مقاس 30. لو عايزه تدهني الوش بتاعها ادهنيه زي ما قلت لك. بدهن المخبوزات نسكافيه، بيض، لبن، بس من غير حاجه، شويه سمسم بقى وحبه البركه لو انت حابه من فوق. وبعد كده بندخلها الفرن على درجة حرارة 200 علشان هي فيها عجوة، مش عايزينها تقعد كتير في الفرن. هتاخد حوالي مثلا ايه برضو من 10 دقايق ل 12 دقيقة. بصوا ما شاء الله 3 صاجات من شوية دقيق اللي هم ال4 كوبايات دول، يعني ايه، نص كيلو وزيادة عليهم نص كوباية. بعد ما بتطلع من الفرن بقى بتبقى خطيرة برضو. خليها لو انت عايزاها طرية، خليها غطيها. ممكن تديها بخة مية بسيطة، او فوطة تكون مبلولة، وبتطلع معاكي. بصوا الكمية دي والله يا بنات من ال4 اكواب دقيق دي، الوصفة دي خطيرة. انا عايزاكم كلكم تجربوها، اقتصادية وسريعة جدا، وكل المخبوزات دي تنفع لاخر الشهر. والجاي بقى الكينج بتاع المخبوزات اللي ما بستغناش عنه ابدا في البيت، وهعمله بكيلو دقيق، لان بجد بينفع معاكي في اي وقت. كيلو دقيق، معلقه ونص من الخميره، نص كوبايه من السكر، حطي معلقه كركم او لون طعام او زعفران لو انت عايزاه ياخد لون، رشه ملح صغيره، وباكت فانيليا وبيكنج باودر. تمام. انا كاتبه لكم كل المقادير على الشاشه طبعا عشان لو نسيت حاجه. معلقتين كبار من السمسم، دي افتكاسه مني علشان لو انا بحب طعم السمسم في المخبوزات قوي.
بصي بقى، عندك هنا 3 اكواب الا ربع من الحليب، تضيفيهم بالتدريج على حسب نوع الدقيق، وانا استخدمت في الوصفه دي دقيق الكوثر. تمام. عايزه اقول لك بقى، ممكن تستخدمي ميه وتضيفي نص كوبايه من الحليب البودره مع مع باقي المكونات زي ما قلت لك. ولو عندك حليب قاطع ضيفيه، مفيش مشكله. ومفيش حليب بودره مفيش مشكله، وعجيني بميه. الوصفه دي اقتصاديه قوي وبتقبل اي حاجه. لقيت اللون عندي مش ظاهر قوي، فانا عايزاه يبقى لونه اصفر كده زي بتاع بره، فحطيت عندي نقطتين من الوان طعام صناعيه غذائيه. لو عندك يعني عندك لون زعفران هيفرق معاكي جدا جدا، وهيديكي اللون اللي انت عايزاه احسن من ده كمان. نص كوبايه من السمنه، او سمنه على زبده، او زبده على زيت، او سمنه على زيت زي ما انت عايزه، او زيت بس. نص كوبايه. بعد ما بالعجينه بتلمي معايا، بروح حاطه نص كوبايه دي وبجمع بيها العجينه. نص كوبايه الدهون دي بتخلي العجينه فلافي معايا، ومش عايزه اقول لكم قد ايه لينه ومريحه. يعني تقعدي كده، يعني لو عندك استرس تقعدي تعجني فيها، هتخلي الاسترس اللي في جسمك كله يروح من كتر ما هي مريحه جدا. شايفين؟ مريحه، بمط فيها بتتمط ما بتتقطعش. خطيره. خلوها طريه بالشكل ده. فيها تلزيقه بسيطه. هخليها بقى تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. وعايزه اقول لكم في الجو اللي احنا فيه ده، لو في الشتاء معاكي هتاخد معاكي ساعه، لو في الصيف هتاخد معاكي 10 دقايق وهتلاقيها فارت معاكي. فارت في الجو اللي احنا فيه ده. بصوا، خطيره. هنبدا بقى ان احنا نشكلها. انا كنت هعملها اربع يعني 4 رولات. انتي اعمليها 4 رولات، عشان الرولات عندي انا عملتها والحجم طلع كبير، لان هي زي ما قلت لكم الجو حر والحاجه بتفور بسرعه جدا. كنت هعملها 4 رولات، وبعد كده قلت لا اعملها جزئين علشان الصواني عندي ما كانتش كفايه، والصاجات عندي كانت ايه قليله. فرحت قاسمه كل جزئين، خليتهم على بعض، بقيت اتقسمت معايا الجزئين. بس انتي قسميها 4 اجزاء علشان تسهل عليك الشغل وما تاخدش منك وقت، وفي نفس الوقت ما تكبرش معاكي وتبقى القطع كبيره زي ما طلعت معايا. هبدا بقى ان انا هبصه يعني نص سنتي، بفرده نص سنتي بالشكل ده، علشان مش عايزاه الفرده بتاعته تبقى كبيره وسميكه وينشف معايا يبقى فيه من جوه، لا. عفوا. هبدا ان انا هفرده نص سنتي، وبعد كده هلف رول واقفله، اقفل الاطراف. بصوا انا بدوس على الجزء اللي انا بقفله ده، بقفله كويس، وبعد كده ببدا ان انا الفه رول ضيق جدا، واقفل الاطراف كويس جدا، وبعد كده احطه عكس عكاز في الصينيه علشان لسه حجمه هيتضاعف. بخليهم بقى متغطين علشان وشهم ما ينشفش، واخليهم يخمروا نص ساعه كمان. في الحر ده هيخمروا 10 دقايق وهيقوموا. انما في الشتاء كانت نص ساعه، لان الوصفه دي كنت عاملاها في الشتاء. هتدخل الفرن على درجه حراره 180 بعد ما يتضاعف حجمهم، على اعلى رف في الفرن. دي بقى لازم الرف يكون اعلى رف في الفرن علشان تاخد لون من فوق، ما دهنتش وشها اي حاجه خالص. بغطيهم، هتلاقوا وشها كرمش كده شويه من فوق، بس لازم يتغطوا، لازم يتغطوا عشان ما تيجي تقطعيهم ما يفرولوش ويبقوا ناشفين. هتلاحظوا ان هي عامله زي التوست شويه، يعني طريه جدا جدا بالشكل ده. هتبداي انك تقطعيها سلايس حوالي يعني سنتي، سنتي مناسب جدا. بعد كده بقى انا طبعا الفرن عندي هديته جدا، هديته جدا جدا، ما طفتش الفرن بعد ما خبزت، يعني خليته على اهدى درجه حراره. وبعد كده قطعتهم بقى، وطبعا بردوا تماما. هدخلهم بقى الفرن يتحمصوا. في ناس بتحبه طري كده زي ما هو، بس انا من الناس اللي بحبه متحمص مع الشاي بلبن، ده بيبقى خطير. ادخلهم بقى الفرن على درجه حراره هاديه زي ما قلت لكم. وشغلت الشوايه برده وخليتها على درجه حراره هاديه، انا عايزاهم يتحمصوا براحتهم وما يتحرقوش. شايفين بقى هشين جدا، طعمهم في منتهى الجمال. وطبعا دي مش الفايش الاصلي، دي مش اللي بخميره الحمص والسمسم، لا ده مش الفايش الصعيدي، ده الفايش السريع بتاع الافران. هيقطع معاكي كميه كبيره وهينفعك جدا جدا. خزنيه في علبه محكمه الغلق، هيقطع معاكي كميه وهينقذك في الفطار جدا، وينفع كمان في العشاء مع كوبايه شاي بلبن. هو الفطار عندنا زي العشاء. قولوا رايكم بقى في الوصفه دي، وتعالوا نعمل اخر وصفه موجوده معانا في الفيديو. عندي نص كوبايه من الميه الدافيه، هضيف عليها معلقتين كبار من السكر، ومعلقه من الخميره صغيره. تمام. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر والخميره تدوب. ولو مش متاكده من نوع الخميره خليهم لحد ما آه، يعني خلوهم لحد ما الخميره تعمل فقاقيع. عندي رشه ملح، و3 معالق من السمسم، و3 اكواب من الدقيق. تمام. السمسم ممكن تزوديه عن كده او تقلليه، مفيش مشكله. عندي نص كوبايه من السمنه، وعندي معلقتين كبار من الزيت بضيفهم على السمنه بالشكل ده علشان تدي قرمشه. وبعد كده هقلبهم مع بعض. العجينه دي برده من الحاجات الحلوه قوي. وشايفين الكميات، لو انت مبتدئه لسه في المطبخ، او مبتدئه مخبوزات، او بتخافي تعملي مخبوزات، فعايزه اقول لكم يعني الكميات مناسبه جدا. يعني لو هتتعلمي في الشويه دول والمكونات كلها موجوده عندك في البيت، مش هعجن بقى.
العجينه دي يعني ما بتتعجنش، بتلميها باطراف صوابعك وبس، بتجمعي العجينه. شايفين انا جمعت العجينه بس، معلقتين الزيت مهمين علشان يدوكي القرمشه. بعد كده هخليها تريح، لو انت في الصيف 10 دقايق بس تريح، لو انت في الشتاء هتريحيها نص ساعه. هنقسم العجينه جزئين، يعني بصي في 5 دقايق هتلاقي نفسك خلصتي، يعني مجرد ما انت هتعجني العجينه. ولو بتعملي شاي بلبن والله يعني هتخلصي مجرد ما تعملي العجينه. مش عايزاكم تاخدوا موضوع المخبوزات ده يعني على اعصابكم، اهدوا كده ومفيش اي ستريس خالص، يعني بمنتهى السهوله هتعمليها كده وتبططيها بايدك. يعني انا حتى ما احتجتش نشابه ولا حاجه افرد بيها، بمنتهى السهوله تبداي انت تقطعيها صوابع، وبعد كده تخليها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. انا لما باجي اشغل الفرن بحط الصواني فوق البوتاجاز علشان تخمر معايا بسرعه وبغطيها، يعني ما بتكملش دقيقتين وتلاقيها اتضاعف حجمها. تمام. انا دلوقتي كده خليتهم لحد ما يخمروا، هدخلهم بقى الفرن يكون سخن من قبلها درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هيقعدوا حوالي ايه برضو 12 دقيقه 10 دقايق، لان هي قراقيش يعني حجمها يعني ما فيهاش عجين كتير، سمكها قليل. فهيطلع معانا بصوا مقرمشه وسريعه. الصينيه دي اخدت لون شويه، بس عايزه اقول لكم طعمها كان مقرمش ومحرمش كده، وكانت احلى من اللي اخدت لون بيرفكت يعني. كده انا عملت من نص كيلو او من 3 اكواب ونص من دقيق، او نص كيلو من الدقيق، ونص كوبايه من السمنه، معلقتين خميره ومعلقه سكر صغيره يعني، ومعلقتين زيت. مين ما عندوش كل المكونات دي في البيت؟ كل الناس عندها كل المكونات دي، هتلاقي نفسك عملتي الفطار من غير تكلفه والعشاء كمان. وممكن تحطي اللانش بوكس معاهم للولاد، الولاد هيبداوا دراسه اول الشهر، فعايزه اقول لكم الحاجات دي منقذه، لازم يكون معاهم كده ايه حاجات كده ياكلوها يستلوا بيها لحد ما يوصلوا البيت. تعملي جنبها شويه شاي حتى ساده، والله العظيم ما لازم بلبن، هتطلع معاكم خطيره. ودي مش اخر وصفه، اخر وصفه بقى اكتر حاجه اقتصاديه في العالم، وهنعمل منها كميه كبيره، ودي بقى بعملها على طول بخليها في الفريزر، الولاد بيموتوا فيها حرفيا. انا بس كده نخلص فيديو القراقيش، يلا يا عم مع السلامه. وعايزه اقول لكم بقى يعني اعملوا القراقيش دي وانتم مغمضين، اقتصاديه جدا. كل الوصفات دي انا عاملاها اقتصاديه لاخر الشهر، كنت بعملها دايما في اوقات انا مزنوقه فيها والدنيا متكحرته يعني والميزانيه بايظه. فعايزه اقول لكم كنت بجيب اي مكونات احطها على بعضها كده علشان اطلع منها وصفه بيرفكت زي دي. المهم بقى عندي نص كوبايه من الميه الدافيه، نص كوبايه من الزيت او السمنه او الزبده يعني، على طول خلوا الماده الدهنيه المتوفره عندكم، معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره وكوبايتين من الدقيق ومعلقتين من الحليب البودره، وممكن اختياري ما تضيفهمش، رشه ملح، وطبعا ايه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، او معلقه كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهضيف عليهم كمان ايه فانيليا طبعا. قلنا هلم العجينه بالشكل ده لحد ما تتلم معايا، ويا دوب هلمها كده. لو عندك اي منكهات عايزه تضيفيها مفيش مشكله، ما عندكيش منكهات يعني عايزه تضيفي مثلا ايه رشه قرفه، تضيفي مثلا هيل، مفيش مشكله، حبه البركه، اي حاجه، اي منكهات هتكون معاكي هتكون حلوه قوي. انا ضفت معلقه حبه البركه ومعلقه سمسم، دي بقى ولا هتفردي يعني ولا هتقعدي تشكلي ولا حاجه، هي نريحها. بصوا العجينه يا خروشي على جمالها، هنفردها بس هنريحها بس كده لحد ما الخميره تنشط فيها، واكون مجهزه بقى عجوه ومعلقتين زيت ولا معلقه وقرفه. دي يعني كده انا بحب تشكيل العجوه جدا، وبحب طعم العجوه بالمكونات دي. دي بقى هبدا ان انا ايه هعملها بمنتهى السهوله، مش هاخد منكم وقت خالص. هبدا ان انا هاخدها كده والعجوه عندي بقت لينه وحلوه وقادره ان انا اتحكم فيها، واجيب الصينيه بتاعتي ادهنها. المقدار ده هيكفي صينيه مقاس 26، انا علشان اعمل الصاج اللي مقاس 40 ده عملت مقدار تاني من المقدار ده. تمام. طبعا هبدا ان انا هفردها على كيس بلاستيك علشان يعني اعرف ان انا افردها في الصينيه. لو فردتيها على رخامه هتصعب عليكي شويه المأموريه ان انت تقدري تشيليها وتقعدي بقى تدهني زيت وكده، لا، فانا افردها على كيس بلاستيك بالشكل ده، كيس ثلاجه او الكيس بتاع العجين اللي عندي ده تخين شويه، وابدا ان انا ايه اسكنها في الصينيه بالشكل ده، وهجيب العجوه بتاعتي افردها بمنتهى السهوله زي ما فردت التانيه. موضوع الفرد مش هياخد معاكم دقيقتين حرفيا، يعني هي بتتفرد معاكم بمنتهى السهوله، العجينه مريحه والعجوه طريه، فهي مش هتاخد معاكم وقت. هروح واخداهم كده وحطاهم على بعض وبمنتهى السهوله، مفيش اي استرس ولا اي حاجه وانت بتشتغلي، كل حاجه بسيطه جدا. عايزاكم الفيديو ده تحتفظوا بيه لانه بجد موسوعه من المخبوزات السريعه والاقتصاديه اللي مش هتاخد منكم وقت خالص. ابعتيه لاختك، ابعتيه لمامتك، علشان ياخدوا فكره كده عنهم. ولو الناس اي حد بيخاف يعجن عروسه جديده بيخاف يخبز، تجرب كل المكونات بسيطه والكميات قليله، فتقدري ان انت طبعا ايه تعمليها بمنتهى السهوله. وحتى لو اتعلمتي في مره يظبط معاكي ومره
المره التانية فشل معاكي. فعايزه اقول لكم يعني مره في مره تلاقي نفسك بيرفكت في المخبوزات. انا ساعات بعمل المخبوزات بالنظر يا بنات من غير مقادير، والله العظيم بتطلع تحفه جدا. هي كل الحكايه خبره بس كده، ان انت ايه ايدك تبقى ماشيه فيها العجينه. فردت الجزء التاني وقطعتها قبل ما تدخل الفرن، وندهن الوش بشويه حليب او بيض او نسكافيه، يعني حاجه واحده، حليب ونسكافيه، حليب بس، بيض ونسكافيه، بيض وحليب، يعني حاجه واحده بس من الحاجات. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 20 دقيقه. رشي حبه البركه وسمسم، وممكن ما ترشيش حاجه لحد ما تطلع بقى. هتطلع بصوا، بصوا اللون، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، تحفه. هي بتطلع بتكون طريه شويه من الفرن. لو انت عايزاها طريه خالص غطيها. اول ما بتبرد بتلاقوا ان هي قرمشت يا بنات، بتبقى شبه قراقيش شويه، بتبقى شبه القراقيش شويه او المنين بالعجوه شويه. تمام. الوصفه دي خطيره ومنقذه، يعني بتطلع معاكم طعمها حلو قوي، وفي الصينيه تفرديها ما تاخدش وقت خالص. اخر وصفه معانا علشان الفيديو ده طول قوي معلش. الفيديو ده مجمع لكل الوصفات اللي انا بحبها. عندي نص كوبايه من السكر، باكت من الخميره يعني معلقه كبيره، باكت مليان من الخميره. عندي هنا نص كوبايه من الحليب البودره اختياري. عندك حليب مش بودره عادي هتعجني بيه وهتستغني عن الميه. تمام. نص كوبايه من الزيت وكوبايتين ونص من الحليب، او الميه زي ما قلنا. تمام. بعد كده هقلبهم مع بعض، الخميره تدوب والسكر يدوب جدا جدا. وده الدقيق ده جميع الاستعمالات، استخدمي اي نوع دقيق مش لازم الدقيق ده. استخدمت كيلو علشان زي ما قلت لكم الوصفه دي حطيت الاول رشه ملح ومعلقه من البيكنج باودر. الوصفه دي انا بعملها وبشيلها عندي في الفريزر، بخليها بقى اطلع منها اسخن في الميكرويف او اخليها تفك خالص او في الفرن. مفيش مشكله. احتجت كمان نص كوبايه من الميه يا بنات. يعني الوصفه دي الكيلو دقيق اخد 3 اكواب. تمام. كوبايتين ونص في الاول، وبعد رجعت ضفت نص كوبايه كمان. لا الدقيق ده نوعه عرقه شديد شويه، فانتوا ممكن تستخدموا اي نوع دقيق وتستخدموا من 3 اكواب، من كوبايتين ونص ل3 اكواب. ما باخدش عجن برده كتير، اخليها لحد ما تخمر. العجينه بتكون طريه فيها تلزيقه بسيطه في الايد. تمام. جبت بقى سكر، وممكن تحطي سكر على دقيق، يعني سكر ودقيق بيعمل في الاخر زي الملبن كده جوه القرص. تمام. دي قرص بالمناسبه. ممكن تحطي قرفه وسكر، ممكن تحطي دقيق سميد وتحطي سكر، فيعمل معاكي زي البسبوسه كده ومع رشه قرفه. تمام. يعني الحشوه زي ما انت عايزه، ممكن تحطي عجوه، ممكن تحطي ملبن، ممكن تحطي جبنه، زي ما انت عايزه. هاخد كده معلقه نسكافيه في شويه ميه، وهبدا ان انا احطها في السمسم عندي. ممكن تستغني عن السمسم وتعمليها باي حشوات زي ما قلت لك. احنا معانا الاصل اللي هو العجينه، والحشوات اختياري، جبنه سميد وقرفه وشويه دقيق، سكر وقرفه، عجوه، ملبن، زي ما انت عايزه. احنا بقى بنحط كده، بنقفل كويس البقجه بتاعتنا دي وبنحطها في النسكافيه علشان تلزق في السمسم، فتبقى اما تخرج من الفرن السمسم ما يقعش من عليها. فاهميني؟ عملت بقى الكميه بقى دي كلها، خليها تخمر بقى. مهم جدا بعد ما بنحطها في الصينيه نطبطب عليها كده طبطبتين بحيث ان هي تتفرد معانا. دي بقى يعني ادخلها الفرن على درجه حراره 220 عشان ما بتاخدش وقت في الفرن، عشان فيها كمان بيكنج باودر. تطلع طريه جدا. اول ما تخرج من الفرن نرشها بشويه ميه كده ونغطيها. بصوا بقى الحشوه زي ما قلت لكم انا حشيتها سكر ودقيق. سكر ودقيق لما بيسيح بيتحول لجوه زي بصوا بيتحول لجوه لملبن بالظبط. تمام. شايفين الطراوه بتاعتها عامله ازاي؟ مفيش اسهل من كده، ومواد دهنيه بسيطه جدا. يعني دي قرص يعني ما بعد اخر الشهر كمان. وخلاص كده احتفظوا بقى فيها في الفريزر. بعد ما تبرد تماما حطوها في اكياس وحطوها في الفريزر، هتطلع معاكم تحفه. وكاتبه لكم كل المقادير بتاع الوصفات، خدوها سكرين اول ما تنزل على الشاشه علشان تحتفظوا بيها. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي. اتمنى يكون عجبكم ولو وصفه واحده بسيطه، واشوفكم على خير. مع السلامه.